السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو نتحدث عن أخطر خلق على الإطلاق. فإذا تمكن منك هذا الخلق وكان فيك فهو شر ويجمع الشر كله. لذلك عليك أن تتجنبه وتعمل عليه لتتخلص منه أو تتحكم فيه، أي تكون أنت الذي من يتحكم فيه وليس هو من يتحكم فيك. فهو سبب جميع المشاكل ويكون بعده ندم إذا سيطر عليك، وهو الغضب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. فهذا الخلق الذي يأتي منه الشر ويجمع الشر كله هو سبب المشاكل، ويكون بعد المشاكل الندم. فقد يوقعك في زلة لسان في فعل قد يؤذيك فيما بعد فتندم عليه، ولا يمكن أن تصلح ذلك المشكل، فهو لا خير فيه أبدا، وهو يؤدي بك إلى الندم. لذلك عليك أن تتجنبه. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من يملك نفسه عند الغضب، فقال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالغضب أوله جنون وآخره ندم. فالإنسان عندما يغضب لا يتحكم في نفسه، وقد يصدر منه فعل يندم عليه أو كلام يندم عليه فيما بعد، ولا ينفع الندم بعد ذلك الفعل إن كان شيئا كبيرا ولا يمكن إصلاحه. فالغضب يجمع الشر كله إذا لم تستطع أن تسيطر عليه. فأنت الذي يمكن أن تتحكم في نفسك وليس الآخرون، ومن يستطيع أن يغضبك فقد هزمك. فلا تكن ضعيفا وتكون سهل الانقياد من كلام أو تصرف الآخرين، ومهما فعلوا فأنت الذي تملك زمام نفسك وتتحكم فيها. فالغضب يجعلك لا تتحكم في نفسك، لذلك فعليك أن تعمل على نفسك وتقاوم أسباب الغضب وتتعامل معه، وتتعلم كيف تتعامل معه حتى لا تكون ضعيفا أمام الغضب. فهو يجعلك تؤذي الآخرين بكلامك، وقد يخرج منك كلمة كفرية. فخطير جدا هذا الخلق الذميم، فهو خطير عليك في دنياك وآخرتك إن لم تعمل عليه. فتكون قويا بأن تتحكم في الغضب، ليس أن تكون قويا في بدنك وتصرع الناس وتغلبهم. ليست هذه هي القوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن القوة هي أن تملك نفسك عند الغضب لتتجنب ما لا يحمد عقباه. قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فهذا الخلق عظيم جدا، أن تكظم غيظك وتعفو عمن ظلمك. أنت القوي. فعلاج الغضب: أولا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كنت في حالة غضب أول شيء تتذكره أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فحينئذ أنت تسأل الله عز وجل أن يحميك وأن يقيك من شر عدوه الشيطان الرجيم، وهو الذي يقدر على أن يحميك منه. ثم أن تتذكر ما جاء في فضل الحلم وكظم الغيظ من الأجر العظيم عند الله عز وجل في الآخرة عندما تلقاه. ثم تذكر ما يترتب عليه من المفاسد إذا صدر منك تصرف أو كلام قد تندم عليه فيما بعد. كذلك من الأسباب التي تعين على التحكم في الغضب أن تغير الجلسة أو الحالة التي أنت عليها في حالة الغضب. إذا كنت واقفا فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع حتى يهدأ الغضب، ولا
تقل كلمة واحدة. حاول أن تصمت في حالة الغضب، دائما اصمت حتى تهدأ وتعلم ما تقول. كذلك الاغتسال والتوضؤ، فالغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والماء يطفئ النار. فتوضأ حتى يهدأ ويذهب منك الغضب. والإنسان عليه أن يتذكر قدرة الله عليه حتى لا يؤذي الآخرين حين غضبه. فإذا كنت غاضبا وتقدر على مخلوق أن تؤذيه، فتذكر قدرة الله عليك. وكذلك تذكر حلم الله على عباده لتسير في هذا الطريق، وتكون أنت أيضا ذا حلم على الناس، وتسامح وتعفو من ظلمك لتنال الأجر عند الله عز وجل. فالحديث حديث عظيم يحث على اجتناب أسباب الغضب من أقوال أو أفعال التي قد تؤذيك في دنياك وآخرتك. والمسلم عليه أن يعمل على نفسه، وليس الإسلام فقط في الصلاة والعبادات ولكن الإنسان دائما يعمل على أخلاقه ويطورها ويحسنها ما استطاع. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وكان كما وصفه القرآن: إنك لعلى خلق عظيم. ونحن في هذه الدنيا علينا إلا أن نتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا في عبادتنا وفي أخلاقنا وفي معاملتنا مع الآخرين. هذا الخلق العظيم وهو كظم الغيظ وألا نغضب هو شيء مهم جدا يعمل الإنسان عليه ولا يتجاهله حتى يفوز في دنياه ولا يندم، ويفوز في آخرته. إذا كان يكظم الغيظ فجزاؤه عند الله عظيم. نسأل الله أن يعيننا على أن نتمالك أنفسنا عند الغضب، ونكون كما يحبنا هو ويرضى، أن نكون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتبعه كما يرضيه سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم أن ينفع بهذه الكلمات، وأن ننال أجرها في دنيانا وآخرتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.